يعني اشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الولد ينشرون احنا باقين هنا، اصدقائنا هاجروا واليوم البنات يبكون وراح يتلبون بينا ما اعرف ايش، شنو القضيه؟ والله بسبب الظروف الحاليه هسه احنا نمر بيها. بعض الشباب ما تعجبه هاي الظروف اللي هنا، لان اوضاع تعبانه كلش، فيضطر يهاجر لغير دوله على مود يعني يلقى استقرار له ومستقبل. زين، والهجره ممكن تاثر يعني على البنات اللي عندنا، ممكن اليوم ترتفع نسبه العنوسه؟ اكيد. انت هي تشوف؟ اكيد. انت راح تحصل 4 يعني؟ ان شاء الله. لا هذا هنا الشباب اللي عندنا ما يفكر هسه بشغله عنوسه ولا شيء، يفكر انه مستقبله باصر عقبه زين شلون يعيش. شو تقول انت صديقي؟ نسبه العنوسه عندنا حترتفع؟ طبعا اكيد. ليش طبعا اكيد؟ لان الشباب راح تروح منهم يبقى. اي بس انا ما اشجع الشباب يهاجروا على الهجره، ما تشجع؟ ما اشجعهم ابد، لان لازم اذا هاجروا من يبقى بالعراق. انا اشجع هاي الفكره مال الهجره، يعني الهجره اللي تطلع الشباب تهاجر الى اوروبا، لان اول شيء هسه احكي لك عن نفسي انا هاي مرحله رابعه راح اتخرج على السنه الجايه 5 سنين احنا طب البيطري، يعني راح اتخرج وين اروح؟ زين البنات خطيره، شنو ذنبهم؟ البنات؟ اي البنات يلحقن. وينك يلحقن؟ البنات اللي ما هي مو شغله البنات او شيء، اذا الولد كل هاجرت خطيه البنات الهجره هسه قام تصير عوائل، يعني كل واحد ياخذ عائلته ويروح. يعني هناك اول شيء فرص عمل اكثر موجوده، زين. احترام للانسانيه، زين. احترام لابسط شيء بالحياه. زين. احنا ابسط شيء ما عندنا بالحياه هنا. زين. واحد يحترمنا عليه. زين، تتوقع نسبه العنوسه حتزيد عندنا تقل؟ والله بصراحه كلش راح تزيد. يعني ليش الشباب دا يهاجرون؟ اي اكيد يعني راح تزيد نسبة العنوسة. راح تاثر عليهم؟ هذا الشيء يضوجكم انتم مو؟ شو تقولين؟ انا بالنسبة لي انا متزوجة. متزوجة، زين صديقاتك شو تشوفيهم زميلاتك بالكلية؟ شنو رايهم بهذا الموضوع؟ ما حاكين بهذا الموضوع؟ يعني هم يريدون يهاجرون، حتى البنات يريدون يهاجرون. حتى البنات تريد تهاجر؟ اي، ونشوف اليوم الولد ماكو من ينشرون بالفيسبوك فرحانين اللي بقوا هنا طبعا، انه اصدقائنا هاجروا واحنا حنبقى هنا، كل واحد من عندنا حيحصل 3. والله ما ادري. شو تقولين ست؟ يعني حسب كل انسان تفكيره يعني. اي صحيح. تاثر على راح تزيد من نسبه العنوسه عندنا بالمجتمع؟ اي اكيد، هي اي خلل بالمجتمع ياثر على كل افراد فئات المجتمع يعني. صحيح. ايا كانت، يعني من ابسط جيل الى يعني الى اعلى جيل، يعني من فئات العمريه الصغيره الى الكبيره. صحيح. اكيد يعني. الهجره اي فيها اشياء ايجابيه وسلبيه. نعم. فكل من يعني نعرف احنا كل شخص له وجهه نظر ويقيس عن مقاس حياته. زين. يعني مثلا واحد سافر لا لقى هنا فرص عمل، امان ماكو، متردي نوعا ما، يعني اوضاع نت كهرباء لها، يعني حياه تعيسه مثل ما نقول. حال البنات ايش راح يصير بيهم؟ قل لي. حال البنات هنا حاله خاصه مثل ما نقول. يعني تدري انت احنا كثره الارامل، يعني هاي شيء سلبي جدا. يعني راح تزيد من نسبه العنوسه عندنا. العنوسه، الارامل يعني عندنا بنسبه كبيره، يعني احنا يمكن اكثر دوله بالعالم على نسبه الارامل. زين. يعني هذا الشيء سلبي راح ياثر، بس انا احب انصح الشباب كافح بوطنك احسن ما تروح زين وتنهزم، يعني مثل ما نقول احنا بلغتنا العاميه. اي يعني وطنك محتاجك اكثر بهاي اللحظه. عاشت ايدك. نسبه العنوسه عندنا حتزداد لو لا؟ اي اكيد. شلون بالله؟ يعني اذا هو الشباب يظلون يسافرون ويزيد الاقبال على السفر اكيد يصير. والبنات خطيه ايش راح يصير بيهم؟ يعنسون اكيد.